تجميد الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا. وقرار حظر الواردات من إسبانيا من قبل جمعية المصارف الجزائرية يعكسان تصاعد التوتر بين الجزائر وإسبانيا بسبب الموقف الإسباني المتغير تجاه الصحراء المغربية. تلك الخطوات قد تؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار. تظهر هذه التطورات التحولات السريعة في العلاقات الدولية، وكيف يمكن للقضايا السياسية أن تؤثر بشكل كبير على الروابط الاقتصادية بين الدول. قرار الجزائر بتجميد عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين. الخلاف حول موقف إسبانيا من نزاع الصحراء المغربية قد أدى إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين. هذه التطورات تظهر التأثير السلبي الذي يمكن أن يكون للقضايا السياسية على العلاقات الاقتصادية بين الدول. إن تجميد عمليات التجارة يمكن أن يؤدي إلى آثار اقتصادية وتجارية سلبية على كلا البلدين، وقد يعزز الضغوط لحل النزاعات السياسية. أعلنت الجزائر تجميد عمليات التجارة الخارجية لمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من الخميس 9 يونيو 2022 حسب ما نقلت الإذاعة الجزائرية الدولية. وتأتي هذه الخطوة غداة تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الذي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، ما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية. في المقابل، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا أنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناتراك ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي. وصرحت ريبيرا في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو: لا نعتقد أنه يمكن مخالفة العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية. وعلقت الجزائر الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، وحضرت الواردات من مدريد في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من نزاع الصحراء المغربية. وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، حيث تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.